تساؤلات كثيرة تثار في الشارع الكربلائي حول تفاوت أسعار الأدوية بين صيدلية وأخرى وبين منطقة وأخرى، إضافة إلى تنوع شركات الأدوية. وهل الوصفات الطبية هي فعلا مشفرة بين الطبيب والصيدلية؟ ابقوا معنا لنرى آراء الشارع الكربلائي بهذا الخصوص. بالنسبة للصيدليات قسما بالله فرق بين مكان ومكان، فرق بين يعني انت تشوف اكو تفاوت اسعار بين صيدليه وصيدليه؟ نعم. بين منطقه ومنطقه؟ نعم اكو تفاوت اسعار، اكو هسه احنا بمنطقة الاسكان، اذا هنا ب 50,000 بغير منطقة قسما بالله اقل 25 يعني بالنسبة للحي العامل او غير منطقة بكربلاء، طبعا اكو تفاوت بالاسعار. اكو دكاتره يكتبون علاجات ما حد يكتبها غير بس بالصيدليه اللي عنده، بس اللي هو عنده، غير صيدليات ما يكتبها. هسه المراجع من يكتب له يعني وصفه ما يقدر يجيبها كليتها، مبلغها يكون عالي، فايش يقول له؟ يقول له اريد نص من الوصفه هذه، يعني نص من الوصفه كلفها 175,000 دينار والباقي ما يقدر يجيبه. المشكله لابد تتدخل بها الدوله. يعني تدعون الجهات الرقابيه؟ اكيد الرقابه الصحيه، كل صيدليه عن الثانيه تختلف، المفروض هنا يحدد سعر العلاج. التسعيرة الدوائية هي من مهام وزارة الصحة العراقية. حاليا التركيز وزارة الصحة فيما يخص العلاجات والأدوية اللي موجودة بالقطاع الخاص. حقيقة هذا المشروع احنا كصيادلة في عموم العراق كنا مع موضوع التسعيرة الدوائية التي تكون منصفة للمواطن العراقي وتكون منصفة لأصحاب مهنة الصيدلة. كثير من الأدوية تردنا من أصحاب الصيدليات وأصحاب المداخل بوجود أخطاء في التسعيرة الدوائية. مثلا بعض العلاجات يوجد ستيكر على العلاج بتسعيرة معينة، مثلا قيمة 10,000 دينار، هذا السعر هو الذي يباع للمواطن، تشوفه هو من المذخر سعره 12,000 دينار. وهاي تردنا بين فترة وفترة كثير من الأدوية. هذا خلل، هذا احنا نتمنى من وزارة الصحة تعالج هذا الموضوع. نقابة الأطباء مشكورة تدعو الأطباء إلى كتابة الوصفة بشكل واضح ومقروء بالنسبة لأصحاب الصيدليات. بعض أصحاب الصيدليات تجي وصفة يشك ولو 5% ولو 3%، فيضطر ما يصرفها للعلاج ويرجع المواطن إلى الصيدلية اللي هي قريبة على الطبيب. احنا هذا الموضوع حقيقة ما نقبل به، ونحاسب حتى أصحاب الصيدليات وحتى نقابة الأطباء تحاسب الأطباء في هذه الحالات السلبية.